ما شاء الله شاطر. لا شاطر بجد. انا اجيبه في شغل كمان. عارف والله بجد، لا توفر له امكانيات اعلى من كده اتفرج على. لا هو معترض عنهم خلاص، هو حر. انت ليك مرتين فوق. انت لو كنت قاعد القعده دي يا عم ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله اللي جاي انت كنت داخل امبارح حتى ما قلتليش ادي كرسي تعالى واقعد يا اخي. فاهم، اتفرج واستمتع. اما احنا البطوله دي احنا مقضيينها. لا انت الله يعينك. الله الله مرتين كمان. فانا بحبه. الله يقويك. بس كتير قوي. يا كابتن كريم. عارف المشكله كمان ان هي بالابناط، يعني كله قاعد. عارف اللي يخرج يمشي هتخف الضغط عليه، انما بالابناط كله قاعد. كان يعملها كده. ما تشتغل لايف قول لي. انا بدات يا باشا. انا كل بتاعي ده محدش يتحرك قدام الكاميرا يا جدعان. الواد ده والواد دوت معلش السماعه دي سنه شمال. مش هينفع اقعد هنا. بص بسم الله الرحمن الرحيم. احبائي اعزائي المشاهدين، نعود بحضراتكم من جديد للقاء البلوز، والتالي اللقاء من ضمن اللقاءات المنتظره. هنشوف اليوم الكابتن كريم المدير الفني في مواجهه من المواجهات الصعبه امام البلوز. شوف البلوز اليوم حراسه المرمى عبد الحميد. أربعة في خط الظهر أبو الدهب ومحمد حامد موي، قدامه على طول عبد الرحمن. شوف الوسط اليوم توحيد، لعيب اللي اتكلمنا عنه امبارح، قلنا من أهم لاعبين فريق البلوز. شوف مازن وصلاح ومانو. شوف كابتن ماجد الصابر المدير الفني. كل الشكر للدولي الكابتن امير محمد منظمين البطوله. شوف لما يكون محافظه اسماعيليه كان طبعا رواد المحافظات الحدوديه الدولي عبد الناصر محمد واحمد جاسر وزياد. كل الشكر للقائمين على تنظيم البطوله كريم وامير احمد جاد. كل طبعا الشكر للمجهود اللي غير طبيعي خلال يومين حتى الان، وغدا ان شاء الله في طبعا في خبر عاجل كده هنأكد عليه ان شاء الله بكره كبار الزوار في نهائي البطوله وتسليم الجوائز. كابتن ماجد صابر عارف اهميه اللقاء لانه بلا نقاط. هنا كمان كابتن كريم من غلطه بادئ بيه عبد الرحمن في حراسه المرمى. محمد صبحي رقم 15، احمد محمد النجم المتالق الملقب بعبد الله السعيد ولد حماده اللي عمل بطوله عمره، محمد فارس، محمد عيد قاطي، وحامد مؤمن النهارده البرازيلي.
مصطفى طبعا من اللعيبه المنتظره اليوم في لقاء اليوم. غدا مفاجآت، اول المفاجآت رئيس مجلس اداره نادي اورنج هيكون موجود ضمن طبعا الضيوف الصفوه الVIP في نهائي البطوله. معاك انا يا كابتن مع طلب. هادي الكوره على طول طويله. بلوز عارف اهميه اللقاء يا كابتن ماجد. يقود اللقاء تحكيمين اسطوره التحكيم الكابتن نادر، يعاونه اليوم كابتن ابو ريش والكابتن شعبان. ادي الولد على طول لقمان، شوف لقمان واتفرج على لقمان لانه عنده كل المواهب الكرويه من مطوشه المنتظر. اهميه اللقاء عند الكابتن كريم، نفس اهميه اللقاء عند الكابتن ماجد صابر. سيادة المستشار كمان من الناس الموهوبة اللي يحبوا يتفرجوا على الكرة الحلوة. النهارده في المنصورة الرئيسية الاستاد طبعا القرية الأولمبية بالإسماعيلية موجود من ضمن المتفرجين في المقصورة الرئيسية للاستاد. أول الفاولات حمادة، دايما حمادة يزعل، ليه؟ لأن ضريبة اللعيبة الحريفة اللي عندها إمكانيات زي حمادة دايما بيتضرب كتير، إصابات كتير. قاطي من اللعيبه اللي عندهم دور النهارده. ادي الكره داخل منطقه العمليات، حلوه قوي الكره اللي فاتت بامتياز على طول فريق تلان. كابتن كريم يكون او لا يكون اليوم يا كابتن كريم. كابتن ماجد النهارده يكون او لا يكون سهله في ايد حارس المرمى. عبد الحميد يا مانو. بقول لك الكابتن عيد اللي بيدير الماتش. شوف الكابتن عيد اليوم على الخطوط ده كمدير فني للفريق. مستشار عيد البحير. محمد عدى محمد يا ولد يا ابو حميد، الولد على طول اللي عنده كل الحضور الفني في ارض الملعب. علي علورو. ورا شويه كابتن احمد. كابتن احمد. كورة للتماس من الجبل يسرى. بلوز من الفرق القوية. بلوز من الفرق اللي عندها حضور. بلوز على طول مدير فني زي الكابتن ماجد صابر، اليوم بيلاعب عميد التدريب المصري واسطورة التدريب المصري المخضرم الكابتن عيد البحيري. اليوم خلاص قلع الكرافته الشيك، لابس تريج التدريب يا سياده المستشار عيد البحيري. نقول له بقى الكابتن عيد البحيري. كوره في الجبل يمنى على طول، ادي الكوره بالسرعات. في الجبل يمنى تالنت بشكل افضل حتى الان، يعني لعبنا 3-4 دقايق تالنت هو اللي ماسك اللقاء. كوره في الجبل يمنى. اعتقد ده لقاء الفرصه الاخيره. النهارده 3 بونت يدخلوني اجواء البطوله. نفس الكلام البروز الكابتن ماجد صابر هو كمان يقول لك 3 بونت يدخلني البطوله بقوه. النهارده كمان خساره بلديه الاسماعيلي كانت مفاجاه للكل. انما كلمني عن الخصم البلديه النهارده، لا فرقه تاخد بطوله. شوف الكابتن شعبان طبعا لو في اي حالات هنعمل طبعا ستوب ونشوف الحالات. نعمل بلاي للتماس لصالح البلوز. ادي الكرة في الجبل يمنى عن طريق محمد، ادي محمد على طول هنا الاوفر، استنى الاوفر ده رئيس على طول على طريقة حمادة. هنا الاوفر فين؟ دور على الاوفر، دور دايما على الولد يوسف، دايما دور على مصطفى امين. تشتيت من اعلى نقطة. هنا كان عاوز فاول بدون فاول. ادي الشوطة انما فين الشوطة؟ هنا الشوطة فوق العارضة. يجي لنا الكابتن كريم لان انا قلت مش معقول كابتن ماجد يقول له جرب وهي على فرقته. فجأة لقيت كابتن كريم جنب الكابتن ماجد. كورة طويلة راسية ممتازة. هنا هندور على لقمان. نجم اللقاء الأول هو لقمان اللقاء الماضي. النهارده لقمان عندك اللقاء جديد. هل يكون لقمان ده أو توحيد ده زي ما بيحبوا يقولوا له؟ هو يبقى عنده كلمة السر. ادي لقمان في أول كراته وأول تحركاته. عبد الرحمن يا حسن
شوف كابتن ماجد حاسس ان فرقته تقيله، حاسس ان النهارده ممكن يكسب. الركنيه لصالح فريق البلوز. محمد يا حامد بدله قابل جبت دي كرة بص ايوه ارجع تاني مكانك هو اللي لعب شوف طبعا كابتن ماجد من المدربين المخضرمين. كرة طويلة براسية ممتازة. ناس شوف تالنت اليوم عارفين ان على الخطوط مستشار عيد البحيري، فهم كمان شايلين مسؤولية اللقاء. لما يجي لك اليوم رئيس النادي ويبقى طالب منك النهارده تكسب، هو قاعد لك في المدرجات غير هو واقف لك على الخطوط، مسؤولية أكبر. ادي الكورة مانو عدي، ده لسان حال الكابتن ماجد والفاول موجود. فاول موجود. هتعمل ايه؟ كورة فاول. مكان خطر. كرات اللي على قوس ال 18 دي بتبقى خطر لو في لعيب بيلعب برجليه قوية. خلاص الإذن جه المازن، الكابتن ماجد المازن. هل يكون أول الأهداف يا مازن؟ شوف يا مازن هيشيل ولا يشوط؟ ادي مازن يشيلها، ان مفهوم فين تروح بجوار القائم. ضربة المرمى موجودة. توحيد جايالك، ارجع خطوتين ماشي يا ضغط. ادي على طول الحارس الامين عبد الرحمن. كورة في الجبل يمنى. محمد للتماس لصالح فريق تلن. شوط اول ممتاز حتى الان. هنا على طول الضغط، هنا الضغط 50-50، هنا في فرصة هنا في فرصة، انما التعادل السلبي حتى الان. مخرج اللقاء بيبلغني وصلنا للدقيقة 8. مخرج اللقاء الرسام بسام دائم الابداع، سميته دائم الابداع، مخرج عظيم. طريس ما يستناش، هنا نط على طول هيقوم. هو قلقان من كابتن ماجد لانه قلقان ان يزعق له. ادي الكوره وادي كمان ما فيهاش حاجه، امتياز كابتن نادر. يلا شوت يا راجل. كوره في الجبل يمنى. ادي الكوره دبل باص. هنا عاوز ايه؟ يبقى على شماله. كوره في قلب الملعب. ادي الشوطه جول. يا ولد يا لعيب، يا ولد يا حماده يا لعيب. لك من اللعيبه اللي فايقه في كل اللقاءات حماده، ده رقم 8. بالنسبه حماده مواليد 2010 من اللعيبه المميزه قوي. كابتن معاك كارت استخدمه. كوره في وسط الملعب. ادي الكوره حلوه قوي، الكوره دي لو عدت انفراد. هنا شوف اللي سبق المدافع. يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب. كرة في وسط الملعب. بص شوف على طول فريق تالنت بيعمل ايه النهارده. محمد عيد هنا الضغط لازم يكون اقوى من كده. يا ولد يا لعيب، بص الضغط بيلعب على لعيب ايه؟ بيلعب على لعيب من اللعيبه المميزه قوي الولد ده. للتماس لا لفاول. عبد الله بقول له اهو يا عبد الله. حماده بص الباص من حماده مره ثانيه عاوز يعمل الوان تاتش انما تطول. كوره في الوسط. ضغط عالي. هنا فاول قوي قوي، فاول يستاهل انذار او يستاهل انذار، انما انذار شفوي. ارجع على الخط يا كابتن، ما تخش الملعب. بقول لك ما تتكلمش معايا، ركز في خطك، ركز في خطك. كابتن نادر انذار هنا يا عم انذار، ركز في خطك. بقول لك ركز في خطك. بقول لك ركز في خطك. انت مرتاح في الكوره مش فاهم. اكتبها صح.
لا زالت النتيجة التعادل السلبي بين البلوز وفريق تالنت. ماتش حلو، ماتش فيه فرصتين. هنا على طول هنشوف بقى الفاول اللي صار فريق البلوز، نص ملعبه، كرة طويلة، هنا تعدي وادي الفرصة يا ولد يا لعيب، قياس الدفاعات. كرة راسية ممتازة. حمادة، يا ولد يا حمادة، يا ولد يا حمادة. فين عبد الله؟ فين عبد الله؟ فين محمد أحمد؟ فين اللعيبة يا ولد؟ بص الترقيصة، بص الترقيصة يا ولد يا لعيب. هنا ادي محمد أحمد اللي احنا عارفينه المهاري. يعدي محمد أحمد، انما بلوك دفاعي. هنا قال له العب على طول بدون فاول. توحيد. كورة للتماس. يلا يا كابتن ثبت رجلك والعب. بنشوف العجب، بنشوف العب. كورة للتماس. حمادة دبل باص، دبل باص النهارده. لا تالنت مختلف، تالنت النهارده مختلف. يعدي على طول الماستر حمادة، الحاوي حمادة يلعب كرة في الجبل يوم. هنا على التصويب، على التصويب، على التصويب، على الطابة. هذه الكرة الفاول موجود. هنا من بره، لأن ما دخلش المساعد الثاني ولا حسب على طول على نقطة الجزاء. الدولي الأسطوري الكابتن قادر يبقى فاول مكان خطر. شوف الفاول موجود. هنا عاوز لعيب برجله اليمنى ولا اليسرى، تمشي الاثنين. هل يكون اول الاهداف؟ طلع تالنت اكيد اول مره على لا على لقاء. النهارده الفرقه كلها فايقه ما شاء الله. اللعيب المصري، شخصيه اللعيب المصري تلاقيه لو هو محتاج، هو محتاج النقاط، هو محتاج اللقاء، هو محتاج المكسب تلاقيه. شوف يا بسام بشناق التونسي، التونسي الشرقيه فيها حته في تونس يا سلام يا بشناق. ادي الكوره على طول بيجوال القائم اسماعيل، اسهل الكرات واحسن الكرات وكوره على طول مكانها الجول. شوف قعدت اسال لغايه لما لقيت بالفعل في الشرقيه حته في الشرقيه او منطقه في الشرقيه او حي في الشرقيه اسمه الحي التونسي. مين بقى من هناك؟ بوشناق على طول. رسام بسام سلام. الركايه الدوليه، ركنيه على الارض ولا حاجه ولا اي حاجه. تمس من الجبل اليسرى، جبل يمنى على طول لصالح فريق تالنت. تالنت لو ما حطش هدف في الشوط الاول هيندم في الشوط الثاني، لان الشوط الثاني ممكن الكابتن ماجد يغير الطريقه يعمل بعض التعديلات، انما الشوط الاول فرصه تالنت انه يحط جول ويخلص الشوط الاول. في شوط يبقى بتاعك، في شوط يبقى انت راكبه كرويا، في شوط بيقول لك حط هدف واثنين، انما الشوط الثاني مش مضمون. تبديل تماس، هذا بالفعل تبديل التماس مره ثانيه لصالح على طول للفريق البلوز. باص والضغط العالي مازن. ادي حامد يا ولد يا حامد، لو راح حامد عدى بالاول والثاني. هنا تالنت عمل كل حاجه الا احراز يا ولد يا حريف يا حريف يا حريف يا حريف، انما على طول ادي اللعيبه ادي اللي عنده كل حاجه. هو ده تخاف منه. ولد توحيد ده لقمان ده خاف منه لانه لعيب كوره معجون كوره، هو اللي بيلاعب الفرقه كلها بالكامل. بص على الولد توحيد. فاول في منتصف الملعب. هنا تالنت بيعمل على طول مصيدة التسلل من على خط ال 18. توقيته حلوه يا راجل، العب على الصفاره يا راجل، العب على الصفاره يا راجل، العب على الصفاره. امتياز لعب على الكوره. الحاوي يلعب على الصفاره، انت كمان يحاول. بص على طول تالنت بيعمل ايه؟ لو بيلعب بالطريقه دي والحماس ده والروح دي كان يبقى عنده 6 بونت. كوره في الجبل يمنى، ادي على طول. بص مستشار عيد البحيري برضه مع وقفته هنا، وقفه مستشار. ادي الكوره يعديها وتروح على طول سهله
في ايد حارس المرمى. كرة طويلة يا ولد يا لعيب، يا ولد على طريقة المدافعين، بص خد خطوتين قبل المهاجم، يا ولد يا لعيب. الاستلام خلاص تالنت، انا بقول لك الشوط الاول لو ما حطيتش جول هتندم. ادي البينيه جميله، وادي القطعه الاحلى يا ولد يا لعيب. لعب في المساحه. قاطي لعيب كوره، معدوم كوره، خلي بالك قاطي ده من اهم اللاعبين في البطوله. بص روح قاطي، الماتش ده غير الماتش اللي فات. ولد يلا ولد حماده الفاول واضح، الفاول واضح. معلش قول. فاول موجود. شوف ابو الرشد انت قلبك كده، قدرت تقول لسياده المستشار عيد البحيري التزم الخط بتاعك. يا سلام يا كابتن يا ابو الريش. انا قلت الكابتن عيد مستشار واحنا بنتحاسب، انما في الملعب هو الكابتن عيد. شوف الكابتن كريم سكند بول، الكره الثانيه هنا يقول لك سكند بول اهم. ادي التركه في قلب الجول، مين اللي يقابل ما تلاقيش. حلو قوي حلو قوي، الكره اللي فاتت فيها سويرف وفيها لفه على طول، انما امتياز دفاعات فريق البلوز. على البعيد يا حماده، ركنيات. بعيده حماده. قلت لك ده لقاء الفرصه الاخيره للفريقين، تعادل ما يخدمش الفريقين بالمناسبه. ضربه مرمى. معلش ارجع ضربة المرمى لصالح فريق البلوز. شوط اول بشكر الفرقتين عليه، خاصة فريق تلم. ده بيومنا فارس. صفارة لصالح فريق البلوز فاولي، منتصف ملعبه. مشيئة الله غدا مفاجآت كبار الزوار في نهائي بطولة كأس سبورت. عشان نقول مين اللي جاي، اتأكد وجود مستر محمد زيدان رئيس مجلس إدارة نادي أورنج، ده اللي اتأكدنا منه. كل ضيف وشخصية VIP أو مسؤول في الدولة هيكون موجود، هنبتدي نقول إن إحنا أكيد خلاص متأكدين إن هو جاي. ترقيصة حلوة يا قلبك يا أخي، يا قلبك يا أخي، آخر واحد بيرقص، أدي على طول الحريف لقمان. شوف الاستماتة، والله ما شفت فريق تالنت بيلعب بروح دي قبل كده. بص الكورة على طول، بص الكورة على طول، ما بيلحقش فريق البلوز يمسك كورة، لأن كل كورة مع فريق البلوز واحد واثنين يضغط تجيب الكورة من فريق تالنت. كورة حلوة قوي في المساحة، ادي الكورة، يلا يا ولد حط جول 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 يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب يا كبير. هنا بيطالب بركنية انما مفيش ركنية. مقص اليمين حلو قوي، لف وسطه 180 ايه ده 185 يا ولد يا لعيب. هنا ال 180 بقى 185 يا ولد. لو دي جول يا ابني، لو دي جول انا اهو اسيب المايك واسقف لك، لان لفه صعبه وزاويه صعبه ويحطها في البعيده بالشكل ده. لا لعيب كوره. تريسة وسط الملعب، لقمان واحد على واحد، دي خطر دي خطر دي خطر دي خطر. هنا على طول جنب من الجناب، يبقى انت لعيب كويس، ولو طلع تماس اسقف لك. هنا على طول وانا اخر واحد خلاص ما ينفعش ازود. يا ولد يا لعيب 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 يا لعيب. شو قال له يا راجل قلعني الجزمة، مستني ايه عشان تديله انذار؟ مستني يقلعني ايه تاني يا كابتن نادر عشان تديله انذار؟ هنا لسان حال الاسطورة محمد احمد. هادي على طول محمد احمد الاسطوري، ما شاء الله. ليه بقول ما شاء الله؟ خايف احسد لعيب التلات النهارده. ادي واحده اتنين عنوان، دي الحاجات اللي سهله وانا ماشي كويس معاها. هنا الكوره خطيره في الجبهه اليمنى، بص الاستباقات، بص الرجوله يا ولد يا لعيب يا كبير. لو سالت الكابتن ماجد هيقول لك ما فيهوش حاجه، لانه خد الكوره، نجح ان ياخد الكوره. كوره في الجبهه اليمنى، عدى على طول، انما استخلاص من فريق البلوز. مقطوع نفس الكلام، ما تزودش وانت بتلعب في نص ملعبك. للتماس من الجبهه اليسرى.
ماتش حلو نرجع من الماتشات الحلوه اللي انت قاعد بتتفرج، قاعد متكيف زي ما بيقولوا، قاعد مبسوط. هنا الفاول لمين؟ للبلوز. كورة فاول. حد يا عم من هنا يمين. سامعين صوت المستشار هنا، حد يأمن هنا، سامعينه. ادي على طول كابتن ماجد بيبقى عاوز توحيد تقريبا هو اللي يلعبها. هو عاوز توحيد يتحرك، هو نادى على توحيد تقريبا مش سامع، فالراجل زعلان. تماس من الجبل يمنى. ادي الكورة في وسط ملعب فريق البلوز. كورة المرتدات ولا فيها أي حاجة، ولا فيها ريحة الأوفسايد. امتياز لعيبة كمان تمام. قاضي يا ولد على التوقيت، يا ولد على التوقيت، يا ولد على تلن. كورة مقطوعة يجيلهم المعلم، مخطوفة من المعلم. هنا من الأول لو غير الملعب ادي هي من الأول تتعمل كده. توقيفة حلوة يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب. ادي المساحة لو لها خطر. امتياز حارس المرمى، امتياز على طول عبد الحميد الحارس قفازه من حديد. طلع كرة خطيرة. تالنت عند كلامي مش هغيره، يندم لو ما حطش جون دلوقتي. الاستحواذ طالع لي 60-40. في تبديل، مين اللي هيطلع نشوف. يوسف اللي طالع. هل المستشار عاوز يغير بين الشوطين؟ لا خلاص. تعال لا لا يا كابتن تأكيد دم خلاص، ما ينفع خلاص. يلا اسرع اسرع. شوف التبديلات. لسه معانا تعال. هذه الكرة اللي طول الفاول موجود. ادي الكرة داخل منطقة العمليات، لو لمس جول. لو لا، يا ولد على الدفاع، يا ولد على الدفاع، يا ولد على الدفاع، والتسلل موجود. كرة خطيرة لو لف جول، انما امتياز استماتة ولعبة فيها قلب من دفاعات فريق البلوز. هنا يطالب على طول الكابتن نادر بالكرة الثانية، وبالفعل موجودة. سنة الدقيقة 27 ثانية 27. يلا يا رجالة ارجع. كورة على طول الضربة الحرة المباشرة تسلل. ادي الاستلام في وسط الملعب، ادي الكورة، وادي على طول المعلم. لتاني مرة الكابتن عيد البحيري والكابتن كريم دارسين قوي فريق البلوز، عارفين ان الولد لقمان هو اخطر اوراق فريق البلوز النهارده. كورة طلعت ولا لسه؟ العب على المساعد التاني. ركنية ركنية من بره من هنا من قدام. ولسان حال للكابتن كريم يقول السكند بول على قوس ال 18. خلي فارس يطلع. يا كابتن ياسين فين؟ الركنية من الجبل يمنى لصالح فريق التلن. اوفر. الراسية فين؟ ما تلاقيش الراسية تاني. هنا بيحاول، وادي ذكاء، ده ذكاء لعيب، ده ذكاء لعيب. مساحة ضيقة استفاد بركنية من زاوية مكتوبة بالشمع الأحمر.
هنا كان لاعب على مرتين كان افضل. لاعب على مرتين كان افضل بدل الترقيصه. وراك تايه على الايم القريب ما تلاقيش. مانو على طول يطلع الكره من على الايم القريب. وادي صفارة انتهاء الشوط الاول يطلقها الكابتن نادر بتعادل سلبي في اجمل اشواط الفريقين. هو الشوط دوت. سنعود اليكم من جديد لبدايه احداث الشوط الثاني.
الماتش بدأ يا شباب. كابتن امير بسم الله الرحمن الرحيم. نعود بحضراتكم من جديد لبدايه وقت الشوط الثاني. شوف تايلاند الشوط الاول عمل كل حاجه لاحراز الاهداف. الشوط الثاني هل يكون شوط من البلوز يفاجئنا على طول؟ الداهيه الكرويه الكابتن ماجد صابر، كابتن كريم والمستشار عيد البحيري عملوا كل حاجه فنون كره القدم الا احراز الاهداف، ولا عبره بالاهداف ولا عبره بالخواتيم. كرة في الجبل اليسرى. اظبط ساعتك بقى. على 25 دقيقة كورة. ادي الشوطة. مرة على طول بدون عنوان، خلت الكابتن كريم الشوطة دي يقف من على كرسيه. هو زي ما انت لازم فيه. شوف محمد عيد بيلعب على لعيب محترف، لعيب من اللعيبه اللي انت تخاف منها لان عنده سرعات. محمد عيد اللي اطلقوا عليه ميدو مشاكل. كوره حلوه من على حدود ال 18 وادي كوره حلوه انما سهله على طول. عبد الحميد ده بالحراس المميزه. كورة طويلة ما تعديش منتصف الملعب. الكورة التانية بيتكلم عليها الأسطورة على طول كابتن ماجد إن لازم الكورة التانية تبقى حاضرة وموجودة. كورة حلوة. إنما حامد يا ولد يا حامد. الاستلام هنا محمد أحمد في أكتر من لعيب عنده مهارة. شوف يا سلامات. قلت لك دايما ان مهمه الحكم الاولى الحفاظ على سلامه اللاعبين. شوف بتبقى هجمه مرتده في الدوري الانجليزي وتلاقي الحكم صفر عشان يطمن على اللعيب. خلاص هنا كمان معروف اللعيب اللي يقع في اي دوريات اوروبيه بيبقى مليون في الميه في مشكله. سلامات ينزل الدكتور سيد على طول. كل الشكر للدكتور سيد. هنا السجده اللي شاير بيها نفس اللاعب، كل لقاء سجده شكر لله. شوف المفاجأة ليا بيقول لي 11 سنة. ما شاء الله عليه بجد والله. قوم يا صلاح العشاء خلص. انت عامل حكايه جميله يا كابتن ماجد والله. ادي على طول صلاح 11 سنة ازاي؟ هنا ما شاء الله لو 11 سنة ده لعيب يبقى محترف. هنا يجنن محمد عيد. هنا بيعمل طبعا لقطات حلوة كده لمحمد عيد عشان يسرح في اللقطات. لا ده الكاميرا عاوزه بقى لقطه لمحمد عيد والفرود لاعب فريق البلوز. كرة في الجبهه اليسرى الاستلام، ادي الاستلام عدى من الجبهه اليمنى. هنا هيعمل ايه؟ البلوز بيحاول دفاعيا، عدى الحريف عدى المخيف. هنا الكرة على الخط هيعمل ايه؟ يخبط عشان ياخد تماس بذكاء. ينزل حماده كابتن الفريق، نجم الفريق كمان. شوف كمان النهارده الحضور ليوسف ابو نواف في مقصوره رئيسيه. يا سلام يا يوسف يا ابو نواف من الاراضي السعوديه. طبعا بيشاهد اللقاء، طبعا بيبعت مسا وبيبعت تحيه لمخرج اللقاء دائم الابداع الرسام بسام بنواف. الراجل طبعا متابعنا من اول البطوله لاخر البطوله. كوره طويله هنا مانو سامعين. كوره هنا مفيش ولا اي تسلل، ده في 3 لعيبه مغطين التسلل من فريق البلوز. قياس حارس المرمى عبد المجيد. عبد الحميد دوت اعتقد يخش بنفسه على افضل الحراس. كوره طويله صلاح، انما التسلل كان واضح وصريح. امسك كوره شويه مطريه، شغل الكوره في فار يعمل ايه
مهندسين اللي بيطالب الكابتن ماجد ده سياده المستشار باتاحه الفرصه بوجود فار، ده لسان حاله. شوف الكوره على طول في الجبهه اليمنى، ادي الكوره هنا من اقرب دفاعات فريق تلد. هنا كمان ممكن فاول، بالفعل فاول. هنا شد من دراعه، لو سابه كان خد حاجه. بص الكابتن ماجد بيقول اللي احنا بنقوله، سيبه تاخد حاجه لان وشه الخط. ادي الحريف الولد اللعيب، ادي حماده زكي. بص حماده زكي قوي، شال الكوره. ادي التماس لصالح فريق تلد، تماس لصالح فريق تلد ده من الجبل. يا رجاله في اتنين هنا يا رجاله، يا صلاح. ايه يا مسخره؟ ظهركم يا جدعان. ادي الكوره في الجبهه اليمنى، الكل بيدور على الاوفر. ظهركم يا جدعان. عدى ادي الكوره على طول. يحسب ايه؟ ركنيه لصالح فريق تلد. يا عم تهديد باينه قوي مقصوده، واحد زق الكوره بيحسبها كورنر، اي حاجه وخلاص. ركنيه من الجبهه اليمنى لصالح فريق تلد. ادي الاوفر هنا. مين اللي قابل بعد الكوره؟ جول مش معقول. ادي الكوره على طول، عدت 2 كارتين فار. شوف هل الكابتن عيد يطلب الفار؟ ايه؟ كل مدير فني عنده كارتين فار. انا موافق يا دولي معلش شوف الكوره اصلا كورنر ولا لا؟ شوف الكوره اصلا كورنر ولا لا؟ عشان الكوره مش كورنر. شوف الاستدعاء من سياده المستشار عيد البحيري، يا ريت لو نجيب الكوره لكارت الفار. مطالبه من الكابتن ماجد، قال له لا ما تعيدش بقى اللعبه، عيد قبل اللعبه الركنيه. جماعه سيب الحكام تشتغل. قلت لك ماتش صعب، ماتش قوي. اول حالات الفار في اللقاء يطلبها سياده المستشار عيد البحيري. انما كمان الكابتن ماجد قال لك عيد الكره بالركنيه. شوف الكابتن نادر هيبص عليه هو والمساعدين، هيطلع منها ايه يا كابتن خطيب؟ كل في انتظار. هنا القرار، انما اتمنى نراجع الركنيه عشان الكابتن ماجد يبقى مرتاح. دكتور سيد لو سمح نشوف لعيب فريق البلوز. يا كوتش يا دولي استاذنك تشوفها كورنر ولا لا؟ بس استاذنك. هنا خلاص قرار بعد لحظات بصفاري كابتن نادر. استاذنك تشوفها كورنر ولا لا يا دولي؟ بس ماشي. هات يا كابتن الكارت، هات الكارت. هو نفس اللعبه. هات الكارت يا كابتن. ماشي اصبر بقى ياخد قرار، عايز ترجع فيه او لا اصبر. هنا يعني انا مع كابتن بريش، كابتن كريم ما يبيعش الكارت، استنى قرار لو اديته طلع كارتك. تاخد كارتي؟ شوفها كورنر ولا لا؟ قرار يا كابتن الاول. شوف القرار ايه؟ هنا القرار قال ولا حاجه امتياز على طول الكابتن نادر النادر. دولي تغيير يا دولي. ولا حاجه. يا سلام على البطوله، يا سلام يا كابتن عيد يا بخير. رجع لشاشه الفار في استاد القرى الاولمبيه بالاسماعيليه. عامل حاجه حلوه عجباني. كل مدير فني معاه كارتين فار. شكرا بصراحه يعني اوضه الفار لمخرج اللقاء العظيم الرسام بسام، بصراحه دائم الابداع. سميته دائم الابداع ليه؟ لانه عنده افكار، عنده تطورات، واحد قاعد بيطور. ما عندوش جرجير، فكره جرجير.
ضربة المرمى. تونسي موجود، جايبين مخرج تونسي. كرة في وسط الملعب، بين خالد فار. النادر والله كان كابتن شعبان لما شافها أول مرة، إنما كويس إن الكابتن أبو الريش كمان أكد على القرار بتاع الكابتن نادر. كرة في الجبل اليمنى، عرضية برازيلية ولا حاجة، تروح ركنية. هل في تبديلات تاني؟ يا ولاد الشرقية شوف الشرقية اللي عندهم من مثل زمان او هي حقيقة، يقول لك البلد الكريمة اللي عزمت قطر. يا سلام. ادي على طول التبديلات بالجملة. ركنية. الشرقية دي بلد الكابتن حسن شحاتة. ممكن كمان كابتن حسن شحاتة اشتغل مدير فني لنادي الشرقية ايام كان النادي الشرقيه لسه جولات وجمهور واستاد ودوري ممتاز، وكان عنده ده محمد صبري الاسطوره رحمه الله عليه نجم الزمالك شرقاوي من محافظه الشرقيه. كورة الالتماس. انا باكد للاثنين مدربين التعادل ما يفيدش الفرقتين. 3 بونت يدخلك منافسه. كورة الالتماس. بص يا حبيبي، لك ان الفريق 2009 هنشوف على طول، و2007 زي ما بلغني اول لقاء لفريق تلن، لما تاني لقاء للبلوز، انما برضه لازم تكسب. انا بتكلم ان انت مش في اول لقاء تاخد بونت، لازم ال3 بونت على طول. حريف المخيف ولا التوحيد معجون كوره. بص على المدرب على طول هيقول له افكار. اهو يا مطريه، 2 يا مطريه. ادي الكوره، عقاب عقاب. قال له مش هترجع ل10 يارده، هرجعك غصب. يا سلام يا توحيد، ده توحيد ايه؟ يا دوبك ريح رجليه، يا دوبك ما حطش قنبله على طول، ما حطش رجله كامله. شوف توحيد ما شاء الله. كمان بص على طول حذائه مقاس 49، فالراجل ايه؟ خد طلقه على طول في بطنه. نيجيريا ده نيجيري بالفعل. يا ولد ده توحيد. سلامات. شوف الكل هيخاف يقف قدام توحيد. عامل صوت ليه بقى؟ سمعنا صوت الكوره، الله يكون في عونك. ناس كات. سلامات. بيطمنا الدكتور سيد. سلامات، مليون سلامه يا حاوي. ولا في وسط الملعب على طول لصالح فريق تلن. نحسب النهر كنت مدير فني ازاي كده. ادي الكوره، لو عدت خطر ما تعديش. توحيد. حري بص الكوره لو تمشي معاه النهارده، لو مشيت معاه النهارده توحيد ده، بص عد اللي جاي هيترقص. ادي الكوره بالقوه خدوها، بالعقل خدها البروز. ضغط عالي بدون تسلل لانه جاي من تحت. هنا يدي ايه؟ يدي ضربة مرمى لصالح فريق البلوز. الدقيقة يا كابتن اللهم صل عليك يا نبي 14. وصلنا للدقيقة 14 من احداث الشوط الثاني، والتعادل لازال سلبي. مخرج اللقاء التونسي بوشناق بسام من المخرجين اللي دايما يحبوا يناموا بدري. شوف على طول لسه بيتكلم، هو سامعين واكيد في اللايف قال لي فعلا. كورة في الجبل يسرى. ادي عدى يا ولد العيب، يا ولد العيب. العرضية فين؟ يا راجل العرضية فين؟ مستحيل احط جول ار2 من على خط الركنية، مستحيل. دي عاوزة بقى كريستيانو في عزه. كابتن عيد زعلان، ليه زعلان؟ قالوا ليه كده؟ ليه ضيع فرصة واحدة؟ طريقة هنا راح للتاني، الموضوع صعب.
رحنا كاتبين اقوياء. بص الكرة هجمة لفريق تالنت، زودت التماس عليك. عيد في صفارة في صفارة. طب وانت اندسيه اعمل اي حاجه، اعمل اي حاجه. هنا هنعمل ايه ولا ايه؟ ما نستناش، معرفش ليه. هو انت الواد راح يجيب جول. يا حبيبي انت جاي قوي وانت تسيب هيستنى ايه؟ يشوف الجول. ما انا معايا كارتين لازم اطلعه. لا مش وقت شيلهم لبكره عندك ماتش تقيل. هو اخدهم قرار بكره. التماس. اخد معاهم 2 كمان معاه 4. رضا خلص ماتشاتك خدوا معاكم. هايل هايل يلا ها. هنقعد نلعب فاول قوي بقى لسه. تماس تاني المرة دي. هنشوف البلوز ولا لفريق تالنت؟ صلاح انزل هنا. ناخد ده كده من الكاميرا مان مستر بسام. ادي الكورة لصالح فريق تالنت. هنا يعدي على حدود ال 18. هنا عاوز يشوط، هنا عاوز يشوط، هنا عاوز يشوط، انما امتياز على طول للصورة. ضم القلب ضم القلب. عبد الحميد. هنا في مدير فني يقول لك الكورة ما تنطش وهي فوق على طول خط راسية. حمادة بنية حلوة. ادي القلشة انما على طول. يا عيني على اختبارات. ما شاء الله يا ولد، ما شاء الله. بصراحة البلوز عنده حارس مرمى يعني مزودهم 2 لعيبة. طريقة حلوة. باص في الجبل اليسرى. هنا عرقلة من الخلف. هيدي ايه؟ يدي فاول انما مفيش كروت. شوف الفاول اللي على حدود ال 18 من الجبل اليسرى منتصف ملعب فريق البلوز. دولي في تبديل للكابتن ابو ريش. دولي هذا الشوطه مش بطاله. جول يا راجل مش معقول. يا ولد يا حارس يا اسطوري يا عظيم. هنا بتقول على طول تسلل. عدى لو عدى انفراد يا ولد يا لعيب. بص عد لي على طول بقى جنب بسام مخرج الابداع وده بالابداع. عد لي الشوطه وعد لي الفاول وعد لي التصدي وعد لي العارضه تنضم لايه؟ انتوا عارفين لحزب المعارضه. في تبديل يطلع مازن ينزل تريكه رقم 22. ده وقت الاعاده يا بسام. شوف الكره الفاول. فاول الناس محتاجه. شوف الفاول مره ثانيه. سلامات مليون سلامه. يا سلام على التصدي. هو ده وقتها بقى. لما الحارس يتعالج. يا عيني على الابداع. يا عيني على مخرج اللقاء. شايف الكره رايحه ازاي. ادي على طول هيعد لنا الفاول بعد لحظات. ادي كره من كرات الخطر. انما احنا عاوزين الفاول يا كابتن بسام. فاول اتلعب من على قوس ال 18. تصدي ولا اروع من عبد الحميد. سلامات مليون سلامة. أفضل الحراس بل سيد الحراس عبد الحميد. تعادل سلبي حتى الآن. سلامات عبد الحميد ده نص الفرقة. يعني بصراحة حارس المرمى ده نص الفرقة. لو طلع نص حمولة بلوز تطلع معاه. سلامات يوم بالسلامة لأن الكابتن على طول بسام أو مستر بسام مخرج اللقاء يجيب لي على طول الحارس الأمين. صور يا محمد هذه الكورة يا ولد يا لعيب. هنا كورة بدون تسلل. بس يا كورة تماس من الجبل اليمنى. حسابها حركه لعب ماشي. بص وقت بيعدي بيخش في المراحل الأخيرة والمراحل الحرجة في اللقاء. هذه الكورة بالقطعة. وادي الفاول المرة دي للبلوز. فاول المرة دي لفريق البلوز من نص ملعبه.
عايز يطلع بالكوره عندي مش موجود. عبد الرحمن حسن اللي بيطلعني ده مش موجود. محمد عيد. محمد عيد ده انت عامل ماتش عمرك النهارده، بيلعب على لعيب محترف وقادر يوقف الخطوره. يا ولد يا لعيب، زق بقى يا راجل، زق للحريف، زق التوحيد يمتعك. ادي الكوره، وادي الفاول المره دي كمان لصالح البلوز. شوف هادي المدير الفني لفريق البلوز الكابتن ماجد، ابتدى نسمع صوت الكابتن عيد البحري. طلع واحده صلاح محمد. راسيه ممتازه. هنا يرد على بعض براسيات. يخرج عن الماتش. يخرج عن الماتش. ادي كرة في الجبهة اليسرى، سباق سرعة، وادي سلامات 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 مليون سلامة. الفاول لصالح، وادي انذار، فاول وانذار لصالح فريق تالنت. الكرة عدت انما هو ما عداش. هنا من هنا. كرة فاول من نفس المكان اللي القائم شال هدف اكيد. عبد الحميد صلاح اوصل على طول. هنا شوف يا سلام، عجبني قوي كابتن ماجد، عنده ثقة في عبد الحميد، بيصلي عنده ثقة غير طبيعية. هو كده طول حياته احنا متعودين. هو متعود كده بينزل وكل شويه ينزل. راجل محترم راجل. لا كل كرة بتقف ينزل يسجد لله. هادي الكورة لعب ليها احلى، لعب ليها افضل. لو اتقطعت مرتدات، مانو من اللعيبة السريعة. لا من نيجيريا. ادي الكورة، وادي الاستلام، وادي الدبل باس، وادي اللف، وادي الدوران، وادي المرتدات. هنا مرتدات، هنا المرتدات، انما دفاعيا ممتازة تالنت، ودفاعيا ممتاز قوي البروس. هذا استرجاع الكرة في اسرع وقت ممكن. هنا الفاول اليمين، ادى على طول الكرة، فاول لصالح فريق البلوز. هنا الفاول والاعتراض ده من سيادة المستشار. شوف الكرة دي ممكن تبقى جول. شوف انت ضاغط طوال اللقاء فريق التالنت، كرة ثابتة زي دي خلاص ممكن تخلص اللقاء. تالنت الشوط الاول يحط هدفين ثلاثة، استغلتش. محمد حمد اللي جاي اطلع على مشط رجلي، اطلع على مشط رجلي. ادي الكرة فاول، ادي اتعملت داخل ال 18. وادي الكرة ممتازة يا ولد، ممتازة يا ولد. الركنية لصالح فريق البلوز. نلعب في الوقت القاتل، نلعب في النهايات، نهاية اللقاء هتشوفها كابتن يحتسب الدولي كابتن نادر. براحتك يا عيد، راجل يا عيد. عيد يا ولد يا عيد، يا ولد يا عيد. ادي الشوط ايوه يلا يلا ها يا ولد يا عيد. نطلع صح بقى يلا يلا يا مان. كابتن كابتن ضربة المرمى. هنا في قرار من كابتن ابو الريش، ونشوف هل تبديل ولا في قرار تبديل. بسرعه يا معاذ. يلعب الكل في الكل، يطلع معاذ عشان نهاجم بس يا حبيبي. مش شوف الولد يوسف جوده، يلا حل يلا. الاعتماد على يوسف جوده لانه عنده مجموعه مهارات. ولد ابن كابيتانو مصر. شوف دايما الكره لما تقف سجده من اللعيب النيجيري، قالوا لما الكره بتقف بينزل يسجد لله.
ولد مانو. عادي يا كابتن، مفتوح مفتوح. هنا تبديلات. اللائحه معاك التغيير مفتوح. مفتوح ان ينزل عدد، مش مفتوح ان ينزل يرجع يلعب تاني. مفتوح انه يقدر ينزل. صح يا دولي ولا يا لا؟ كابتن خالص والله ده مكتوب. انا هسيب له بقول هو لك انا القرار. هطلعه عشان انا هسيب له هو القرار. يا كابتن بص انا ما زعلكش حتى لو في اللائحه يا ماجد. خليك تعبني كده يا ماجد، بس الماتش حلو فعلا. يلا بقى نشوف اللقاء، هل ينزل اللعيب اللي خرج؟ ينزل امبابي مرة تانية. يستلم. يا ولد على البانيه، يا ولد على البانيه، كل الجول كل الجول كل الجول. يا ولد حط في البعيدة، يا ولد اقفل رجليك في البعيدة، ما تحط الصريح كده، حط على طول فيها التوجيه، حط واكتب الكرة على الأرض جول. لازم احط في البعيدة 180 درجة اللي بنتكلم عليهم. أول لقاءات لفريق تالنت. ضربة المرمى. الغلطة ادي الكرة على طول، لأن كان في غلطة في تنفيذ ضربة المرمى. ودي شوطة والله مش بطالة. والله مش بطالة، حلوة قوي فوق العرض يا ولد يا لعيب. نادي حمادة بقول لك أبرز لعيب طوال البطولة هو الولد حمادة الحاوي. لعيب ده تالنت رقم 8 وكابتن الفرقة حمادة الحاوي. يلا مانو ولا على طول ايد ايه؟ مانو اللعيب الساجد، انا سميته الساجد. هنا الكورة ادي على طول. الله العب شغال، برافو يا ابني يلا. كل التنس. هل يستعمل الكارت بتاعه الكابتن ماجد؟ هنشوف. رجاله كله يرجع يا جماعه ما حدش يجي ولا شوف طبعا تعب فرقه وضربه جزاء وجاي كمان من اخر الدنيا الكابتن شعبان. هنشوف. هو زق الكوره ولا بطاريه كده كده على الكوره وبره. خلاص قرار بعد لحظات. نوبل خلاص. يعني الثلاث حكام اول ما بصوا خلاص الثلاثه اجتمعوا اللي ما فيهاش حاجه زيها زي بتاعه ضربه الجزاء اللي فريق تالنت. يا راجل حتى الاوت يا راجل. خد دي انت بس. يلا رجاله يلا رجاله يلا رجاله. استمات من فريق تالنت بالكوره عينه على الهدف. ادي الكوره على طول سرعات، وفريق بلوز ابتدى فايق الشوط الثاني او نهايه الشوط الثاني. البلوز يخوف يرعب. وسط الملعب توحيد. شوط من توحيد عنده القوه انما من بعيد قوي. الاستلام ضغط عالي. هنا يعدي الشوط على طول بامتياز. ولد محمد يعيد ماتش عمره. ادي الشوطه ضعيفه وادي الدفاع مره ثانيه. هنا الكل بيشتت. البند ده يعمل ايه؟ يعمل ايه يا ولد يا لعيب؟ يا ذكر يلا استلم لورا ازاي؟ لقطه مهاريه. بتاعتنا ورا التماس. ده عدى الكابتن ماجد. صفر ماشي مش على حاجه. بعيد قوي يلا نجري يلا. وصفارة انتهاء الشوط الثاني تعادل سلبي
بين البلوز وفريق الترند من احسن واحلى اللقطات والمباريات في بطولة كاس سبورت. رجعنا الفار يلا بنرتاح. لسه في الماتش راح فين؟ مروح ولا ايه؟ لسه ماتش. اه احمد اهو سلم احمد يسار بص في دكتور بص عليك اثنين بس لا عيد يلا الشغل ده يخرب بيت ده انت طلعت عفريت. ايه ده؟ انت مين؟ لا يا محمد يا عيني انت بتيجي على فرقه دغري. صح؟ اه انا فرقه هو السودان ودول صراحه عامل ماتش كبير. الاعلان ده من قبل اللجنه الفنيه لاختيار افضل لاعب في اللقاء هو المساك الصخره محمد عيد. اليوم مبروك محمد عيد كاختيار اللجنه الفنيه كافضل لاعب في اللقاء. يا احمد يا ثروت افضل لاعب في المباراه. احمد يا عيد ده لفظ ماشي اوروبيين كنت بس ماتش كوره كتير كنا بنخسر. ده اي كلام اي كلام. حماده رجله اسمه والله العظيم لعيب كبير. يا اسطى واقف رجله وقفت يا اسطى. اما انت فاضي ولا مش هخش مش رجله واقفه بس مش قادر قوي. كابتن خليكوا انتوا في النص بقى خليكوا انتوا في النص. كابتن عيد والكابتن ماجد. خش السور يا ابني. خش تصور يا ابني. كابتن عيد والكابتن ماجد في النص. احمد صورة بقى احنا عايزين صورة عشان تنزل النهارده. كابتن بصوا ورا اكتر معلش. سنة ورا. انا حلفت انا شوف حلفت كام عندي كام حد دخلوا النار. يعني لقطة اليوم دي لقطة اليوم. كابتن لقطة اليوم يعني البلوز وتالنت. ارجع لك كمان ارجع. يعني يا كابتن احمد يا ثروت هننجز. ها الضحكة الحلوة هنا. يلا بصوا على الكاميرا دي على الكاميرا. رجالة كابتن نادر والله تقل. لقطة اليوم يا احمد يا حمبوزو.